دلوقتي انا عندي الباص ده وعايزه اعمل له ورب، فانا لو جيت عملت بالفري ترانسفورم اللي هو كنترول تي وقعدت احاول ان انا اعمل له الورب كده او كده او كده، او ان انا اجيب اداه الورب من هنا واقعد العب فيه كده، هيبوظ مني خالص. ففي اداه حلوه جدا هتعمل لنا ايه الوظيفه دي بس بطريقه بروفيشنال شويه. فهنيجي كده عند الايديت وهنجيب الاداه دي، بس قبل ما نيجي عليها علشان نقدر نرجع نعدل، انا بحب اعمل الصوره بتاعتي انا عامله لها دبليكيت طبعا عشان الباص يكون عندي منه نسخه قديمه، وبعمل له كونفرت سمارت اوبجكت. انا ليه عامله نسخه تانية؟ عشان لو الباص باظ منك تقدر تلاقي النسخه بتاعتك الاصليه انك ترجع تاني على التعديلات اللي انت عملتها. والكونفرت سمارت اوبجكت دي ميزتها ان لو انا دلوقتي عملت الخاصيه دي هرجع اعدل عليها، فهتشوفوا دلوقتي. فانا هجيب من edit وهجيب حاجه اسمها perspective warp، هي بتيجي من هنا بس، تمام. وهاجي بقى ايه بحطهم كده بظبطهم، اظبط النقط بتاعتي تمام، واظبط دي كمان كده على قد الباص، واظبط دي كمان، اتاكد ان انا ظابطه كل حاجه تمام. وبعدين ابتدي اقول له ورب، ادوس على الورب ديت بيجيب لي رساله يقول لي ان انت ايه هتمسك النقط دي وتحركها. فانا هبتدي اعمل كده فعلا، واعمل كده، شايفين كاني بقى ايه بزقه لجوه اهو، وفي نفس الوقت ما احاول ما ابوظ الابعاد بتاعه الباص بتاعي. فهمتوا الفكره ازاي؟ فانا مثلا ايه هعمل اوكي ابلاي يعني، وبعد كده اجيب الباص بتاعي كده واحطه كده. عايزه بقى ايه اكبره اصغره حلو قوي، عايزه ارجع اعدل عليه تاني، هي بقى الميزه بتاعت كونفرت سمارت اوبجكت ان انا ممكن اجي هنا وارجع اعدل عليه تاني، برجع اعمل دبل كليك واعدل بقى. فهمتوا الفكره؟ فالخاصيه دي حلوه قوي لما تكون عايز تعمل حاجه زي كده. نعمل ابلاي واوكي. طيب في حاجه انا نسيت اقولها لكم برده، بصوا لو برده عملت دبل كليك وعدلت مثلا اهو، وعايزه اشوف الشكل التعديل قبل وبعد، بدوس على اللاي اوت يرجع لي شكل الباص كان عامل ازاي، والورب انا عملته ازاي. فهمتوا الفكره؟ عشان تشوفوا انتوا برده ايه تمام الدنيا معاكم مظبوطه، الابعاد بتاعه الباص مظبوطه ولا لا. فهعمل لاي اوت اهو وارجع من الورب اهو. عايزه اعمل ريسيت من هنا يرجع لي كل حاجه زي ما كانت الاعدادات. طبعا دول برضو بيعملوا فيه، بصوا بيميلوا ده، دي برضو بتميلوا من قدام، بس انا مش بحب العب فيهم لان صعب التراجع منهم. فلما اجي حتى ارجع منهم لازم اعمل ريسيت، يعني ما ينفعش ارجع من هنا خلاص. فالفكره ان احنا نلعب بالورب وان احنا نمسك كده الاداه ديت ونعدل ونعمل ابلاي. اداه البرسبكتيف كروب تول اهي بتدي نفس الشكل، بس الاداه دي بقى بتعمل ايه؟ الاداه دي صوره زي دي مثلا عامله زي هي برواز وفي بعد شويه لجوه، فهتسهل عليا القص جدا. لو انا جيت جبتها كده طبعا هحطها عادي من غير ما اظبط، وبعد كده ابتدي اظبط بقى. فاقدر بقى ان انا اقص الصوره دي، انا عايزه اقص الصوره اللي جوه البرواز دي لوحدها، فاهميني ازاي؟ فهي دي وظيفه الاداه دي. طبعا نحاول ايه نظبط على قد ما نقدر القص بتاعنا، نظبط كده وبعدين نكبر شويه نشوف القص بتاعنا عامل ايه. هنا هيبقى زياده شويه نقلل دي شويه وهكذا. هنعمل ايه بقى؟ ابلاي. فكده قصلي طبعا الصوره، هو ده عيب مش في القص، ده عيب في الصوره اصلا، فعشان كده ايه ادت الشكل ده. ممكن برضو ان احنا نقصها بعد كده بالايه الريتانجل تول. الريتانجل تول لو عملنا بيها كده وبعدين هي كانها سيلكشن وعملنا كنترول جي، فكده جاب لي الصوره مظبوطه في ايه في لاير جديد، وبكده انا ايه الصوره بتاعتي ابعادها مظبوطه جدا، فنقدر نستخدمها بعد كده. بس كده.